يمكن فكرة الواين ثور هنا متاخدة من ال 3DS، ولكن ال 3DS دلوقتي أصبح طبعا جهاز ضعيف مقارنة بالتشيبس الموجودة هنا في الواين ثور. يمكن أنت تقدر تشغل الريترو ايميوليترز هنا زي ال NES وغيرهم، ولكن هنا هتقدر تشغل البلاي ستيشن 2 وهتقدر تشغل كمان النينتندو سويتش وغيرها كتير. زائد طبعا السكرين تو بادي ريشيو أو المساحة نفسها بتاعة السكرين هنا أفضل بكتير من هنا. يمكن هنا بيديلك 3D افكت أو صورة ثلاثية الأبعاد، ولكن الجودة بتاعة الشاشة طبعا مش هتيجي مقارنة مع الأموليد الموجودة هنا. بس في نفس الوقت هتلاقي في كاميرا موجوده في ال 3DS في الامام، وكاميرتين كمان موجودين في الخلف تقدر ان انت تصور منهم 3D كونتنت. في الواين ثور كمان انت هتقدر تشغل الجيم بتاعتك هنا عادي، وفي نفس الوقت تشغل يوتيوب او اي براوزر او اي ابلكيشن تاني هتقدر ان انت تستخدمه. نفس الفكره برضو موجوده في ال 3DS. واكيد جهاز زي نينتندو سويتش هتلاقيه طبعا اقوى من الواين ثور لانه بيجي بسبيكس اعلى بكتير، ولكن طبعا انت هنا محدود بمكتبه معينه من نينتندو نفسها. ايوه دلوقتي بقى فيها اكسباند وبقى بينزل ليه اكسكلوزيفز كتير زي براجماتا مثلا وزي ريزنت ايفل، ولكن انت هتكون بس عندك منصه واحده تقدر تشغلها عليه. ولكن انت هيكون هنا عندك اكتر من منصه زي الجيم كيوب والبي اس بي والوي والسويتش والبي اس 2 وغيرها كتير قوي، فالمكتبه هنا هتكون افضل بكتير من الموجوده في السويتش. حتى كمان انت هتقدر تشغل عليه مكتبتك الموجوده على ستيم هنا، بس طبعا جيم زي كريمزون ديزر دي مش هتقدر تشغلها عليه، ولكن هتقدر تشغلها على الاقل وانت في البيت عن طريق الريموت بلاي على البي سي بتاعك. يمكن كمان من اكتر الحاجات اللي كانت مضايقاني شخصيا مع الواين ثور هي الارجونومكس الفلات بتاعته، ولكن مع الجريب دي هتلاقي الارجونومكس او الماسكه نفسها بتاعته بقت افضل بكتير لان هي مدياله بامب هنا كده. ويمكن دي كانت نفس المشكله الموجوده في الجريب نفسها بتاعه النينتندو سويتش 2. السويتش 2 كان بيجي فلات برضو بالكامل، فكان الاستخدام لوقت طويل ما كانش مريح جدا، لكن الديزاين اللي بالشكل ده بيحسن كتير التجربه. يمكن الجهاز نفسه بقى شكله غريب شويه كده، ولكن انا بشوف ان دي ميزه قويه جدا لانك هتحس ان انت ماسك كنترولر في ايدك، فالتجربه نفسها هتتحسن بكتير.